السلام عليكم ورحمة الله. أهلا بكم متابعيني الكرام. في هذا الفيديو سنتعرف على أخبار الأهلي السعودي، ولكن قبل ذلك ادعمونا بإعجاب للفيديو والاشتراك في القناة. يخضع لاعب وسط النادي الأهلي السعودي علي الأسمري لبرنامج خاص خلال الفترة الحالية بتعليمات من الجهاز الفني. ووضع الجهاز الفني للنادي الأهلي السعودي بقيادة الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني برنامجا خاصا لتجهيز علي الأسمري للمباريات المقبلة. وغاب علي الأسمري عن مباراة الأهلي الماضية التي خسرها الأهلي أمام الرياض بهدفين دون رد، وذلك لعدم الجاهزية الفنية والبدنية. طلب المدير الفني للنادي الأهلي السعودي المدرب الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني من إدارة فريقه خوض مواجهات تجريبية، وجاء طلب بيتسو موسيماني بعد تأجيل لقائه المقبل أمام الفيصلي ضمن الجولة 26 من دوري يلو لأندية الدرجة الأولى السعودي. ترددت أنباء خلال الفترة الماضية عن رغبة إدارة النادي الأهلي السعودي في إنهاء التعاقد مع المهاجم البرازيلي ماركوس إمرال بسبب تعرض اللاعب لإصابات عديدة. وعلم سبورت 24 من مصادر أنه لا صحة لرغبة النادي الأهلي في فسخ التعاقد مع ماركوس إمرال. وأوضحت المصادر أن المهاجم البرازيلي ماركوس إمرال خضع لاختبارات طبية دقيقة قبل التعاقد معه خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية. وأشارت إلى أن ماركوس إمرال مستمر مع الأهلي السعودي حتى نهاية الموسم في انتظار التقرير الفني من المدير الفني للنادي الأهلي السعودي الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني. وأعلن هيرفي رينارد المدير الفني للمنتخب السعودي عن قائمة المنتخب السعودي خلال فترة التوقف القادمة، مستبعدا عبد الله عطيف المنتقل حديثا إلى الأهلي السعودي.